موبايلي بقى حته حديده مش شغال فيه اي شبكه واتقفل، فتعالى نشوف هنعرف نشغله ولا لا. لسه نازل مصر في المطار دلوقتي، وطبعا الموبايل انا مهما عملت هو ما فيهوش اي شبكه، فهو اكيد 100% هو اتقفل. فانا اللي كنت شفت في الاخبار اللي لما موبايلك بيتقفل انت بتروح تقول انا عاوز افتح الموبايل بتاعي وتسجله على انه موبايلك الوحيد، فالمفروض اروح اسجله ويشتغل. فانا لكم تجربتي الكامله، انا بحكي لكم التفاصيل بس بتاع الموضوع. طيب يا جماعه، انا لسه في المطار، ولكن لقيت صف طويل كده بيقول لك سجل، وفي دي الصوره دي تليفوني وما اعرفش ايه، سجل موبايلك. قلت خلاص بقى تمام، رحت اسجل. قال لي احنا بنسكان. والله لقينا الموبايل اشتغل تمام، ما لقيناش اشتغل تكلم خدمه العملاء. ما فهمتش الكلمه، فلقيت ايه ظهر لهم الصوره دي اللي هو الموبايل غير مسجل والمعده لا ينطبق عليها شروط الاعفاء او الخصم. يعني ده موبايلي الرسمي الوحيد في السنه، عاوز افعله، لا لازم بقى اكلم خدمه العملاء اللي هي كام، اللي هي 15 380. احاول اروح كده. لسه جاي النهارده موبايلي لقيته مقفول، حاولت في المطار جالي سكرين شوت ان هو ما ينفعش يتفتح، فقال لي اكلم خدمه العملاء عشان تفتحوا لي بس. يعني اتمنى احل المشكله. تمام. واحنا اول مره ننزل بالتليفون ده الرد عليه. نزلت بيه في شهر 5 17/5، ما عدتش 3 شهور يعني. تمام، وبعدها سافرنا ورجعنا تاني، لكن ما سجلناش التليفون اول مره في شهر. بالظبط، لان انا كنت نازل يوم ونص حرفيا، فكنت مضغوط جدا، فما كانش في وقت لاي حاجه، وهم قايلين كده كده المهله 90 يوم. محتاجين نسجله في الفتره دي، لان في المره الثانيه لما بننزل بيوفر حضرتك لا ينطبق على جهاز حضرتك الشروط الاعفاء، فبالتالي بنضطر ندفع رسوم. فاهم حضرتك يا فندم؟ لكن هو بيبقى بنسجله من اول مره. ايوه يا فندم. طب يعني بس هم قايلين 90 يوم يا حبيب قلبي، يعني هم قايلين 90 يوم عادي. تمام يا فندم. هو سجلت حضرتك شكوى زي ما وضحت حضرتك يا استاذ علي، مده تحصل 5 ايام عمل. اول ما يتم الانتهاء من حل الشكوى يتم التواصل حضرتك عن طريق اتصال او رساله. ماشي يا فندم، شكرا. شكرا. سلام عليكم.